لو انتوا محتارين بين علم علوم وعلم رياضة فالفيديو ده معمول ليكوا حرفيا. هايو انيو، ازيكم ملكات الحلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عباره عن لو محتاره بين علم علوم وعلم رياضه فالفيديو ده ليكي. مش عارفه، مش حاساه مظبوط شويه، بس ما علينا. ايه المهم انا مريومه من بيوز مريومه، دي قناتك الامثل لتحسين حياتك وتطوير ذاتك والكلام ده كله. المهم في اخر الفيديو هجاوبكم على اكتر سؤالين حرفيا هيدور في بالكم طول الفيديو، يعني اللي هو حرفيا انتوا طول الفيديو هتبقوا قاعدين بتفكروا فيه. فالمهم هقول لكم على اول سؤال، هو انا دخلت علم علوم ولا علم رياضه، وتاني سؤال هنجاوبكم عليه في الاخر. المهم قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزل لكم فيديو جديد يوصل لكم. طبعا كل سنه بلاقي ناس بتختار الشعبة على اساس صحابي داخلين ايه، او الناس قالت لي دي اسهل او دي فيها كليات احسن، وبعدها بيكتشفوا ان هم اختاروا حاجة مش مناسبة ليهم اصلا. فعشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن يعني ايه علم علوم، يعني ايه علم رياضة، وايه الفرق الحقيقي بينهم، وايه هي كليات علم علوم، وايه هي كليات علم رياضة، وايه الفرق الحقيقي بينهم، وايه هي الكليات المشتركة، والتنسيق بيكون عامل ازاي تقريبا، ودي نقطة مهمة جدا. وفي الاخر هقول لكم نصايح مهمة جدا جدا قبل ما تختاروا، فكملوا الفيديو للاخر. اول حاجة بقى، يعني ايه علم علوم؟ علم علوم مناسب اكتر للناس اللي بتحب الاحياء، جسم الانسان، العلوم الطبيعية، الدي ان ايه والار ان ايه والحاجات دي، والفهم مع الحفظ. قلت الفهم قبل الحفظ لان الفهم ده عامل اساسي ومهم جدا جدا. يعني لو انت من النوع اللي بيحب، او انت من النوع اللي بتحبي يعرف جسم الانسان فيه ايه، والأجهزة والحاجات دي، ويعني بيشتغل ازاي، والأدوية بتأثر ازاي، والكائنات الحية، والدين ايه زي ما قلت، فغالبا هترتاحي أكتر في علم علوم. فالمواد اللي بتميز علم علوم هي الأحياء حرفيا، يعني 3/4 المواد مشتركة. المواد اللي بتميز علم علوم فعليا هي الأحياء بس، وطبعا دي المادة الوحيدة اللي بتفتح أبواب كليات القطاع الطبي بشكل كبير. يعني من أشهر الكليات حرفيا طب بشري بقى، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، والكلام ده كله. فلو انت بتحب الأحياء أو عندك قدرة على الفهم والحفظ مع بعض، ومهتم بالمجال الطبي، ونفسك تبقى دكتور أو صيدلي أو في مجال صحي عموما، فغالبا علم علوم هيكون مناسب ليك. طب نخش على الجزء التاني، ويعني ايه علم رياضة؟ علم رياضة مختلف شوية، وهو مناسب للناس اللي بتحب الأسئلة، التفكير المنطقي والتحليل. وبصوا قادرين ان انتوا تستحملوا رياضة وفيزياء وكيمياء سوا، يعني انتوا قادرين تستحملوا 3 مسائل بأفكار مختلفة لل3 مواد، فانتوا كده توب التوب وناس عباقرة بصراحة. يعني اللي هو انتوا بجد، يعني ربنا يكون في عونكم. مش بقلل من علم الرياضة ولا بخوفكم منه، بس هو ده رأي شخصي واقتناع، يعني هو ده اقتناع متخلف. ما علينا. فلو انت من الناس اللي بتستمتع بالحل المسائل بقى، وان انت تقعد تحل الأسئلة وتفكر في فكرة السؤال ده، هو اوريدي في الفيزياء والكيمياء تفكير، بس حاسة ان الرياضة اللي هي لا ليها مستوى عالي شوية. فلو انت بتحب الرياضة ومستواك مش عالي، ما بجد بجد يعني انا مش بقلل من الشعب، بس هو ده تفكير، يعني كل واحد له تفكير ووجهة نظر. المواد اللي بتميز علم الرياضة هي الرياضة، يعني علم الرياضة يعني رياضة. فعلى فكرة الرياضة مش مجرد أرقام، هي طريقة تفكير. فكل ما تحل أكتر كل ما بتبقى أقوى أكتر. وكليات علم الرياضة من أشهر الكليات هي الهندسة، حاسبات ومعلومات، AI. يعني بصوا دول أهم 3 كليات عموما يعني. فالمناسب له علم الرياضة، اللي هو بيحب الرياضة بيستمتع بالتفكير والتحليل، ولو نفسك تدخل هندسة أو مجالات التكنولوجيا أو تبقى مبرمج. طب يا مريومة، ايه هي الكليات المشتركة بين علم علوم وعلم رياضة؟ وحرفيا يعني أنا اتصدمت إن دي نقطة ناس كتير متعرفهاش. في كليات مشتركة بين الشعبتين زي كلية العلوم دي هنا وهنا، وفي بعض كليات الحاسبات والمعلومات والاي اي حسب التنسيق والعلم. يعني المعلومة دي ChatGPT هو اللي قايلها لي. ف عشان كده ما نفكرش ان في كلية مقفولة على شعبة واحدة فقط، لا، انت ممكن تبقى في علمي سواء علم علوم او علم رياضة، وتجيب مجموع قليل لا قدر الله، طبعا كله خير، وتخش كلية من ادبي على فكرة يعني، فدي حاجة عادية جدا. خش بقى لاكتر جزء انا متحمسة له من اول الفيديو. سؤال مهم جدا 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 كلكم بتسألوه، ايه افضل، علم علوم ولا علم رياضة؟ طبعا الإجابة اللي ناس كتير بصوا مستنيها بفارغ الصبر بقى، يعني اللي هو الإجابة اللي هتحدد مصير الجمهورية كلها، الدفعة كلها. 3 2 مفيش شعب أفضل من شعب.
لان مش طبيعي هطلع اقول لك لا علم علوم دي احسن ليك وعلم رياضه احسن ليك، في شعبة أنسب ليك أنت. لأن أنت تخيل مثلا واحد بيكره الأحياء جدا ودخل علم علوم عشان الناس قالت له الطب أحسن، فأكيد هيعاني، مش هقولك غالبا. وفي العكس برضو واحد بيكره الرياضة ودخل علم رياضة عشان الناس قالت له الهندسة مستقبلها قوي وأحسن، فبرضه هيعاني بقى. طب في سؤال بقى، التنسيق بيبقى عامل ازاي؟ طبعا ده بعد دراسات كتير، حرفيا الموضوع تعبني انا نفسيا، وسألت شات جي بي تي اكتر من مرة عشان اتأكد من المعلومة. فخلينا نتفق بشكل واضح ان علم علوم غالبا بيبقى مرتبط بكليات القطاع الطبي زي ما احنا عارفين، وعلم الرياضة بالهندسة. فعشان كده تنسيق الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بيكونوا من أعلى التنسيقات. وفي السنوات الأخيرة كانت مؤشرات الطب حرفيا بتدور حول 93% تقريبا، والهندسة ما بين 89 ل 88% تقريبا، مع اختلاف كل سنة حسب بقى النتيجة العامة. فعلم الرياضة بيبقى مرتبط أكتر بكلية الهندسة، والاي اي وتنسيقها بيكون أقل من الطب، أصلا كلنا بنبقى عارفين. بس مهم جدا تعرفوا ان التنسيق بيتغير كل سنة، يعني ما تبنيش تنسيقك على سنة معينة، او مثلا تبقى قاعد كده بتفكر بقى التنسيق التنسيق السنة اللي فاتت كان قليل واللي قبلها كان قليل. انا معرفش التنسيق، ما خدتش بالي، بس لقيت الكل بيتكلم ان هو التنسيق كان عالي، بصراحة معرفش. فالتنسيق بقى ايه؟ بيبقى مختلف كل سنة، يعني مش شرط ان السنة اللي فاتت كانت جت قليلة والسنة اللي قبلها كانت جت قليلة واللي قبلها وهكذا. وانت حضرتك يعني انت حضرتك اللي داخل دفعة 2027 مستني بقى تنسيق السنة دي هيبقى قليل ولا لأ، عشان تبني مصيرك وتبني مصيرك حول التنسيق. حبيبي ما حصلش، يعني انت افرض ربنا وعدك بدفعة دحيحة، يعني افرض بجد دفعتك دي دفعة دحيحة وعلت التنسيق بقى، حضرتك هيكون موقفك ايه وقتها؟ ما انتش عارف. وفي المقابل برضو يعني انت لو ربنا رزقك بدفعة مش دحيحة قوي بس هي شاطرة، يعني مش هتعلي التنسيق ولا هتوطيه، انت عارف، يعني هتبقى في النص كده. وبرضو انت لو محظوظ قوي فدفعتك تبقى تحت خالص. طبعا انت بتقيس دفعتك على المدرسة اللي انت فيها، بس انت لسه عندك 27 محافظة بمدارس مختلفة بناس مختلفة، كل ده مختلف. فما تحطش في دماغك بقى ان انا مثلا مدرستي شاطرة فهتعلي التنسيق، لا، انت ما تعرفش باقي المدارس عاملة ازاي، ولا باقي درجات المدارس، ولا الناس اللي في المدارس بتبقى عاملة ازاي. يعني بجد اصلا انتوا عارفين بيبقى في ناس قبل النتيجة قبل الامتحانات بتفضل تدعي يا رب التنسيق يبقى قليل، يا رب التنسيق. حبايبي انت عبت، يعني بجد انت عبت، لا ما مش هيحصل كده. فهو بالله عليكم ما تفضلوش تدعوا تقولوا يا رب التنسيق يبقى قليل، يا رب التنسيق يبقى قليل، وبينسوا حاجة مهمة أصلا، بينسوا المذاكرة وبينسوا الامتحانات. فمش لازم نبني قرار مصيري ولا خطط مستقبلية على التنسيق، لأن ده بجد انت ما انتش ضامن هيبقى التنسيق قليل ولا عالي ولا ايه نظامه. فاحنا كل اللي علينا، يعني كل اللي علينا احنا حرفيا نعمل اللي علينا طبعا ونسيب لازم بقى على ربنا. تعرفوا ان بس التنسيق بيتغير كل سنة، مش لازم نحط املنا على سنة معينة او على تنسيق سنة معينة. فتعالوا بقى نخش على نقطة مهمة جدا وفي اخطاء ناس كتير بتقع فيها ومش عارفة ازاي انتوا ما بتلاحظوش او انا بس اللي بلاحظ. اول حاجة، اختار زي صحابي، حرفيا ده من اسبل واسوأ الاسباب اللي شفتها في حياتي. يعني مثلا في ناس بتفكر بالتفكير ده، يعني انا صاحبتي دخلت علم علوم وواحدة عايزة تخش علم رياضة، فلا هي تخش علم علوم علشان يا عيني صاحبتها ما ينفعش تقعد في درس الأحياء لوحدها، ولا هي ما بتعرفش تقعد في درس الرياضة لوحدها. يعني نعم، مش عايزين تخلوا بالله عليكم، يعني عشان أنا الحوار ده بيجلطني قسما بالله، بتشل وبتجلط. فحبيبتي ده مستقبلك يا روحي، يعني هي مش هتاخد مستقبلك، ما ماشي. طب ويعني مثلا انت ليه ما فكرتيش وقلتي طب هي ليه ما تدخلش علم الرياضة زيي وتبقوا انتوا الاتنين في درس الرياضة سوا؟ هي كلها 3 4 ساعات في الدرس او 3 ساعات بالكتير اصلا يعني، وهتروحوا فايه. بلاش شلل بص ايديكوا يعني. فانضجوا وعقلوا شوية، يعني اعقلوا. المهم تاني غلطة، اختار الشعب الاسهل. وات؟ هو في شعب سهلة في ثانوية عامة؟ استحالة. مفيش حاجة اسمها سهلة أصلا، يعني معلش، علم علوم صعب، علم رياضة صعب، أدبي حتى اللي انتوا بتبقوا مستسهلينه ده صعب. يعني هو أدبي اللي انتوا بتبقوا مفكرين ان هو، بصوا بقى الناس اللي مبتفهمش، مفيش حد دخل ثانوية عامة ما بيفهمش،
دي نقطة مهمة جدا. يعني لو انتوا ما انتوش عارفينها، مفيش حد في ثانوية عامة ما بيفهمش. هتقولوا لي داخلين بالغش، ماشي ماشي، بس دول مش هيعدوا. يعني انتوا اكيد فاهمين انا قصدي ايه. بس بجد اللي دخلوا ادبي مش متخلفين زي ما انتوا مقتنعين ولا كل ده. فسيبوا بتوع ادبي في حالهم، وخلوكم انتوا في حالكم، عشان ايه؟ نعرف نتعايش مع بعض. المهم، تالت غلطة، اختار على اسم الكلية بس. يعني هو ازاي؟ اصل في ناس بتبقى مفكرة ان كلية الطب سهلة، ما بيبقوش عارفين الدكاترة بيعانوا قد ايه. يعني سيبوكم من طب بقى ولا هندسة، مثلا كلية فنون جميلة، يعني هو مقتنع، يعني او هي مقتنعة ان هي داخلة ترسم بس وتلون. هي ما هياش فاهمة كمية المشاريع اللي هتبقى فيها، وكمية الضغط اللي هتبقى فيه حرفيا. يعني بصوا شوفوا فيما بعد، يعني شوفوا انتوا هتعانوا قد ايه. فبص على طبيعة الدراسة نفسها، مش اسم الكلية بس. فهنوقف ثانية على ما الأذان يخلص وارجع لكم تاني. لقد عدنا من جديد يا أصدقاء. المهم، عايزة أقول لكم نصايح لو انتوا داخلين علم علوم أو علم رياضة، وهمشي عليها قبلكم حرفيا يعني. فأول حاجة، ما تستهونوش بالأحياء لو انتوا علم علوم. لو انتوا علم رياضة، ما تستهونوش بالرياضة، أكيد انتوا عارفين يعني. تاني حاجة، نفهم قبل ما نحفظ، نفهم قبل ما نحفظ، نفهم قبل ما نحفظ، نفهم قبل ما نحفظ، نفهم قبل ما نحفظ. واخدين بالكم أنا قلتها قد إيه؟ كتير، لأن دي حاجة مهمة جدا 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 جدا. تالت حاجة، نراجع باستمرار، نراجع باستمرار، نراجع باستمرار، نراجع باستمرار، نراجع باستمرار. مش عارفة ليه قلبت على مستر محمد صلاح، بس ما علينا. مش عايزة أقول كده بجد، بس بلاش نراكم. يعني أنا عارفة إن السنة طويلة، السنة طويلة، فهننام فيها، فإحنا هننسى. يعني المفروض بصوا، نخلي ما بين كل فترة وفترة يعني يبقى فيه مراجعة، ولو حتى جزء صغير على اللي إحنا خدناه. يعني مثلا هديكم مثال، مثلا إحنا خلصنا الوحدة الأولى في العربي، فنراجعها كلها بقى، يعني كل الغلطات بكل التريكات بكل حاجة، ما نسيبش فيها جزء صغير كده ما راجعناهوش. مش فاكرة دي النصيحة كام، بس لازم نحل كتير، حل 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 كتير. يعني طبعا ما طبيعي، يعني طبيعي الحل اصلا شيء مهم جدا 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 جدا. وبالله عليكم بقى، بالله عليكم يعني بلاش بص انا اعمل ايه في الاحياء، انا اعمل ايه، انا اول ما بصوا قسما بالله بتشل. يعني بحسكم ان انتوا دحيحه كده من كوكب اخر مش معانا. على فكرة كل اللي داخلين علم علوم زيهم زيك أو زيهم زيك، ما نعرفش حاجة في الأحياء، هنتعامل معاها زي ما تعاملنا مع فيزياء وكيمياء. زي ما تعاملنا فعليا مع فيزياء وكيمياء، كانت أول مرة ناخدها وتعاملنا عادي، والحياة كانت حلوة. فبالله عليكم، بالله عليكم يعني بلاش بوستات من دي على الفيس عشان أنا بتشل. المهم، عايزة أقول حاجة مهمة، علم علوم مش أحسن من علم رياضة، وعلم رياضة مش أحسن من علم علوم، ولا علمي بجميع أنواعه أحسن من أدبي اللي انتم مفكرينه حاجة اللي هي ما مش أحسن منهم خالص. فهو حرفيا الاختيار الصح هو اللي بيناسب شخصيتك وقدراتك وطموحاتك. فعشان كده قبل ما تختار، اسأل نفسك سؤالين مهمين جدا: أنا بحب إيه فعلا، وأنا شاطر في إيه يعني. فطبعا تعالوا بقى أجاوبكم على السؤالين المهمين اللي أنا قلت لكم عليهم. أنا دخلت علم علوم، طبعا كان باين أصلا من طريقة كلامي على علم رياضة. وتاني حاجة، أنا لسه قايلة إن إحنا ما نستوانش في الأحياء، ونسأل نفسنا أنا بحب إيه. فده أصلا يعني أنا جاوبت أنا بحب إيه، ده معتمد إن إحنا هل عندنا معلومات كافية بالأحياء ولا لأ. فبصوا يعني، بصوا إحنا كان عندنا في إعدادي كده، في آخر واحدة في المنهج كان عندنا جزء أحياء. فلو أنت حضرتك، يعني لو حضرتك ذاكرته مش ذاكرة سمك، فممكن يرجع بالذاكرة لورا كده 3-4 سنين، ويسأل نفسه هل أنا كنت بحب الجزء ده ولا لأ، ولا كنت بستصعبه وبيبقى تقيل وما بقاش عارف حل فيه وبس. فإيه، وبرضو قبل ما تختاروا علم علوم، صلوا استخارة وشوفوا هل انتم مرتاحين لعلم علوم أكتر ولا علم رياضة. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيديو، ولو عجبكم يعني إن شاء الله هيكون عجبكم. وبس كده، بايو.